مصري، واحد في عمره 29 سنه وواحد في عمره 19 سنه، حتى من مفتش الشغل خلاوه يجي، والكرابينياري والفيجيلي ورجال المطافي اشنو عملوا؟ طلعوا للرافعه وحالفوا ما ينزلوا حتى ياخذوا فلوسهم. علاش؟ حيت هذاك اللي كيخدمهم 3 شهور ما تخلصوش، كيخدموا بدون فلوس. انا قلت لكم سابقا الا جيتي من مصر وضرب الالاف ديال الكيلومترات ولا جاي من المغرب ما عمرك تخدم مع ولد بلادك. وفي الاخر استدعوا صاحب الشركه وصاحب الشركه جا ووعدهم باش يخلصهم في نفس البلاصه وبالسيف عليه، حيت حتى مفتش الشغل غيعاقبهم. حيت هنا اقصى حاجه، اقصى اجل باش تخلص العامل ديالك 30 يوم، يعني ما خصكش تاخذ له شهرين ولا 3 شهور ديال الخدمه، 30 يوم فقط. في هذا صاحب الشركه المصري قفره على راسه حيت ما خلصش ولاد بلادو. ديروا واحد الحاجه، غتجيبوا الزيتون والخضره غترقدوهم في الماء والملحه وشوفوا اشنو غيوقع لهم. 3 ايام 4 ايام غتلقاهم كحالو، اللون ديالهم ما غاديش يخليك تاكل لا داك الزيتون ولا داك الجزر ولا هذيك الخضر المرقده. علاش؟ حيت كتولي كحله. اما الا حطيتي لها الصودا المسرطنه والمواد الكيماويه كتبقى في نفس الشكل ديالها لمده 2 سنين. وانا كنت خدام جزار وكنا كنجيبوا الزيتون وكنشريوه ديال العبار، والله العظيم احيانا كنلقاو خانز. ونقول لكم اشنو كيعملوا له الجزاره هنايا في اوروبا او في المغرب. هذاك الزيتون الخانز كيتغسل بالخل وكيحطوا له الهريسه باش هذيك الريحه تمشي، وملي حتى كياكلوا المستهلك هذيك الريحه ما كتبقاش فيه. لهذا وما تبقاوش تاكلوا الحاجات المرقده او المخلله، لان فيها المواد الكيماويه المسرطنه وكتخرج على المعده وكتخرج على جسم الانسان. وكلوا حاجه طبيعيه احسن لكم. هذه شكون اللي كيعرفها يكتب لنا سميتها. اختفت حوالي 3 شهور، شي كيقول مريضه، شي كيقول اعتزلت، لا ما اعتزلت ما مريضه. فهي دابا كتاكل الرز بالحوت في السجون ديال اسبانيا، والتهمه ديالها ثقيله، تبييض الاموال، غسيل الاموال، المخدرات، الله المستعان. وهادو اللي كيبانوا في هاد فهموني كيطيحوا وحده وحده. سبحانك يا رب العالمين. علاش؟ حيت شحال من وحده خرجوا عليها، شحال من وحده طلقوها من راجلها، وشحال من وحده دخلوها للحبس اللي كيطلعوا في هذا المستطيل هذا. وفهموني وقفراتها على راسها. هل يعقل بنت في عمرها 23 سنه تكون حامله 9 شهور وتولد بوحدها، مع العلم انها كتعيش مع الزوج ديالها ومع شيخها وعجوزتها، والنهار ولدت بوحدها والزوج ديالها وحماتها وشيخها كيقولوا ما كناش عارفين بانها حامله وما شفناهاش نهار ولدت، ومع العلم انهم ساكنين في دار واحده. وفي الاخر قالوا نهار ولدت بوحدها حيدات هذاك الولد ديالها من الدنيا وحطاته في البريزه. وخديجه دابا محكومه ب5 سنين عباد الله وفي عمرها 23 سنه وهي بنت القريه. كنتمناو من القضاء المغربي يعيد الملف ويعيد التحقيقات. هذه البنت هذه مظلومه. والله يخليكم انشروا هذا الفيديو هذا باش خديجه على الاقل تاخذ التخفيف 5 سنين عباد الله على تهمه كتقول هي ما دارتهاش. الشريك ديالها، الزوج ديالها والعجوزه ديالها والشيخ ديالها في الجريمه. سولوا اي جزار على ماده ديال ميمي، الا قال لك راني ما كنعرفهاش عرفوا بالله راهو كذاب. كاينين شي وحدين كيقولوا هاد الصباغه هذه هي ميمي. لا ماشي هي هذه ميمي، هذه صباغه فقط. اما ميمي هي عباره عن لون ابيض بحال الملحه كيخلطوها مع الصباغه ما كتبانش، حتى الى جا الكونترول ما كتبانلوش بالعين المجرده الا بالاختبار. وهاد ميمي هذه راها مخصصه لتحنيط فقط ومسرطنه وغير صالحه للاكل الادمي ومحرمه دوليا وكيعاقب عليها القانون الاوروبي ب5 سنوات سجنا. النقانق والسوسيس اللي كتاخذوا من عند الجزاره، هاد السوسيس هذا كما قلت لكم وسوف اكرر دائما كيتعمل من بقايا اللحوم الغير صالحه للبيع، كتكون زرقاء، كتكون فيها الريحه، كتكون الكفته كحله، كيزيدوا عليها الصباغه والعطريه وكيبيعها لكم في السوسيس. عندكم هذه الطريقه هذه، كاين تيو توبو صغير غتشريوه في الدار وغتوليو تعملوا السوسيس كما تبغيو نتوما، اللحم نقي وكتعرفوا اشنو كتاكلوا، اشنو هو الذنب ديال هذوك الاولاد ديالكم الصغار يوليو ياكلوا اللحم غير صالح للبيع ولا غير صالح للاكل الادمي. خذوا هذا التيو هذا، خذوا هذا التوبو هذا وغتوليو تصاوبوا السوسيس في الدار وانتم كتاكلوا حاجه نقيه. الناس تاع مرير اقليم خنيفره ما كيطلبوش منكم العمل وما كيطلبوش منكم الطرقان، كيطلبوا منكم باش تبنيوا لهم المستشفى المجانين. علاش؟ حيت هذه المدينه هذه حيت ما فيهاش الخدمه كثروا فيها المجانين وامراض النفسيه والعقليه. والبارح واحد السيد اشنو عمل؟ شد ولده ويحيدو من الدنيا، ولده في عمره 25 سنه. علاش؟ حيت هذاك الولد ولا كيعمل المشاكل وعياه وما خلى ما دار معاه. ولده جاتو على باه، فين ما كيلقى باه كيسلخو. اشنو عمل هذا الاب هذا؟ قرر باش يحيد ولده من الدنيا، وملي يحيدو حفر له حفره ما بين الجبل ولقاه في هذيك الحفره ورد عليه التراب وضرب الطم اسكت ومشى بلغ عليه الشرطه بان ولده ضاع. وفي الاخر كيقولوا لك يا روح وين تروح؟ كشف امره واعتقلوا الاب. وكنقول لوزاره الصحه المغربيه مدينه خنيفره ومريرت مليئه بالمجانين
وامراض نفسيه بسبب ما عندهمش الخدمه والفقر والهشاشه. لهذا اهتموا بالشعب. واللي كتاكلوا الكرواسون واللي كتاكلوا الحلويات من الشارع اللي ما كطيبوش في الدار، شوفوا اشنو كتاكل. حمايه المستهلك، كتلقى هذه المخبزه هذه كتعمل الكرواسون والحلويات ولقاو عنده البسكوي المنتهي الصلاحيه، كيخلطوه مع الدقيق وكيعجنوه من الاول باش يعطي نكهه زوينه ويوفروا الفلوس. لهذا ملي تبغيو تاكلوا الكرواسون تاكلوا الحلويات صنعوها في الدار. مع العلم هنا في اوروبا بريوش كيتدهن بواحد الزبده، وهذيك الزبده مصنوعه من دهون الخنزير، فلهذا حاولوا تطيبوا في ديوركم افضل. اصحاب الساندويتشات ديال 30 درهم و25 درهم، اللحم الراس، الكرشه، الريه والشحمه ديال بولفاف، هذا الشيء لقاو عند واحد عنده المعمل خاص بالمركاز، خاص بالنقانق، خاص بالسوسيس، وكيعمل الاف ديال الكيلوهات وكيبيعوا بالجمله لاصحاب المحلات في الدار البيضاء. يعني وحمايه المستهلك كيلقاو كل شيء خانز، كل شيء متلج. شنو كيدير؟ كيمشي للاسواق الاسبوعيه خارج المدينه وكيلقط هذيك الزباله. وحمايه المستهلك كتقول كيجيب حتى الحوايج المعدومه، يعني ملي كيذبحوا كتلقى هذاك الطبيب كيدير اختبار اللحم كيلقى غير صالح الاكل كيرميوه، يعني هذاك اللحم كيتعدم. هو داير اليد ديالو مع صاحب القرنه، كيمشي كيجيب هذاك اللحم المعدوم الغير صالح الاكل وكيجيبوه وكيخدموا السوسيس وكيبيعوا لعباد الله. لهذا حذاري.